بابا توادرس بيوجه رسالة لمحمد صلاح والمنتخب الوطني. وكانت تصريحات سيدنا البابا توادرس ضمن بودكاست خاص بتقدمه الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وشدد على ضرورة المثابرة والعمل الجاد لتحقيق النجاح سواء في الرياضة أو في مجالات الحياة التانية. واستغل المناسبة دي لتوجيه رسالة دعم وتحفيز لمنتخب مصر قبل مباراته الهامة في الدور ال16 من البطولة، داعي اللاعبين للسعي الدؤوب من أجل إسعاد الشعب المصري وتحقيق هدفهم ببطولة الأمم الأفريقية. وأشاد البابا توادرس الثاني بالأداء الإيجابي والنتائج المشجعة اللي حققها المنتخب الوطني خلال البطولة لحد الآن، لكنه نبه إلى أن الطريق لازال طويل ويحتاج لتعب ومجهود أكتر ومزيد من التركيز والتكامل بين اللاعبين للوصول للهدف المرجو. ونوه بامتلاك المنتخب المصري لتاريخ حافل في بطولة الأمم الأفريقية، وكونه الأكثر تتويجا باللقب برصيد 7 بطولات، ما يعكس خبرات تراكمية تؤهله للمنافسة بقوة في النسخة الحالية. أكد كمان قداسة البابا إلى أن النجاح الحقيقي بينبع من العمل الجماعي وروح الفريق، وأعرب عن أمله في رؤية المنتخب الوطني بيواصل تقدم في أداء ممتع ومشرف يعكس مكانة مصر وتاريخها الكبير في عالم الرياضة. وأوضح قداسة البابا توادرس إنه بيجد متعة خاصة عند مشاهدة أهداف النجم محمد صلاح قائد المنتخب الوطني ولاعب نادي ليفربول الإنجليزي، رغم إنه ليس من المتابعين الشغوفين بكرة القدم، لكنه أكد على مدى جاذبية الأداء الجماعي في اللعبة، واللي بيشوفه أشبه بلوحة فنية مكتملة تعبر عن انسجام الفريق. كل التوفيق لفريقنا دايما في نجاح وتقدم. أما الخبر التالي اللي معانا بعد انتشار فيديو سابق لدكتور توفيق عكاشة بكلامه عن الولايات المتحدة وغزوها لفنزويلا، وكان علق عن الكلام ده المهندس نجيب ساويرس على منصة إكس اللي هي تويتر سابقا بوصف دكتور توفيق عكاشة بوصف معلم، واعتبر كلامه سنة 2019 بغزو أمريكا بأنه تنبؤ بغزوها للاستيلاء على البترول، وإنها نبوءة لدكتور توفيق عكاشة. ومن بعد الفيديو ده انتشر فيديو تاني لدكتور توفيق عكاشة بكلام مهم جدا عن قداسة البابا شنودة، بيقول فيه: قداسة البابا شنودة بطريرك الكرازة المرقسية وبابا الأسكندرية وبابا العرب وبابا أفريقيا وأحد أعظم الوطنيين بمصر، وأقول تاني أعظم الوطنيين بمصر، وكل من يتهكم على البابا شنودة أصبح عدوا ليا أنا شخصيا. البابا شنودة كتب أبيات من الشعر تأمل فيها عن العذراء مريم. البابا شنودة كتب شعر تأمل فيه أخوة المسيحية بالإسلام. البابا شنودة هو صاحب أشهر مقولة وطنية: إن مصر وطن يعيش فينا وليس وطن نعيش فيه. البابا شنودة هو باحث في علوم التاريخ، هو باحث في علوم الاجتماع، هو باحث في علوم السياسة، هو باحث أيضا في علوم الدين. هو رجل دولة ورجل دين، يعني رجل دولة ودين. ده كان كلام دكتور توفيق عكاشة عن سيدنا البابا شنودة. دي كانت الأخبار اللي معانا النهاردة، انتظرونا في كل جديد يخص الكنيسة.